تحية للمشاهدين الكرام. عيد الأضحى بقات ليه تقريبا شهر ونص، والعيد اللي فات أننا ما عيدناش، والعيد اللي قبل منه كذلك المغاربة عيدوا غير بزز. واحد الفئة ما استطاعوش أنهم باش يعيدوا حيث الثمن كان طالع بزاف، رغم أنه كانت الدولة استوردات الأغنام من إسبانيا، ورغم ذلك أن الثمن بقى طالع. العام اللي فات اللي تلغى فيه العيد، واللي الحكومة خدات هذا القرار، واللي كتقول باللي أنه وداك الإحصاء اللي كانت دارت كتقول باللي أنه القطيع قليل ما غاديش نقدروا نعيدوا. كذلك كتقول هادشي اللي بقى عندنا ديال القطيع أننا نحافظوا عليه باش يزيد ينتج أكثر، حتى لهنا مزيان. وكذلك كتقول باللي أنه باش نحافظوا على الثروة الحيوانية، وفي نفس الوقت أن اللحم يبقى مستقر في الثمن مزيان، يعني ما يفوتش 100 درهم 90 درهم. لكن الخوت كما كتعرفوا رغم كل هاد الإجراءات اللي دارت، ورغم هادشي اللي كيستوردوا لا من البرازيل ولا من إسبانيا ولا من أماكن أخرى الله أعلم، رغم ذلك الثمن ديال اليوم ديال اللحم راه واصل ل 140 درهم ديال الغنمي. رغم كل هادشي هذا كامل، كاع هاد المجهودات اللي دارت، باقي اللحم داير 140 درهم. والآن كيقولوا باللي أن القطيع موجود ما غنستوردوش، عندنا اليوم الاكتفاء الذاتي مزيان. هادشي اللي بغينا يكون عندنا الاكتفاء الذاتي ويكون عندنا شيط، ما كاينش مشكل. لكن ملي عندنا الاكتفاء الذاتي علاش اللحم دابا وصل 140 درهم؟ بغيت غنعرف واش نتوما اللي كتحددوا السوق؟ ما فهمتش. كتقولوا السوق هو اللي كيدير الثمن، حنا ما كنتحكموش في السوق. هادشي اللي كنسمعوا كتقول دائما الحكومه. فينا هو هذا المنطق السوق؟ مادام ان القطيع كثير خاص اللحم على الاقل ما يباسيش 100 درهم. اذا هنا كاين شي حوايج ما مفهوماش، واخا حتى لهنا مزيان. حنا ان شاء الله مقبلين غنعيدوا ان شاء الله هاد السنه هادي. فإلا عيدنا، إلا كان اللحم دابا واصل 140 درهم، راه كنظن انا راه غيديباسي 140 درهم، غيوصل لقيلا 170 درهم 180 درهم، هو غيولي بعيد المنال على الدراوش. وحتى الطبقه المتوسطه حتى هي راه دابا الناس راه ولاو كيشموا، راه ما مابقاوش كيشريو الناس اللحم. فئه قليله اللي يعني اللي كتشري اللحم، اللي شي شويه عندها شي مدخول مزيان. اذا حنا بغينا نفهموا شنو اللي واقع، شنو ما بقينا كنفهموا والو. حنا كنعرفوا العرض والطلب وكيتحكم في السوق، كنعرفوا بلي انه الا كان عندنا القطع كتير وعندنا رؤوس الاغنام بواحد العدد كتير، غادي يكون عندنا يعني اللحم رخيص، على الاقل ما يفوتش 100 درهم. اذا حنا دابا مور العيد راه غادي نوليو واقيلا اللحم غنوليو واقيلا نشوفوها في التلفازه على هذا الحساب. والمهم الخوت، شنو بان لكم في هذا الراي هذا؟ لان هذا الشيء هذا راه كيعنينا حنا كاملين صراحه. كنتمنى تخليوا لي الراي ديالكم، والسلام عليكم.